السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم سيد أفريقيا. القناة طبعا جديدة بيكم هتكبر. القناة هنتكلم فيها أي صفقات تخص الأهلي، أي أخبار تخص الأهلي، وأي أخبار حاصلة عامة في الوسط الرياضي. طبعا هنتكلم عن الغندور وغندوريات ودردريات، وهنعرف نرد عليهم. طبعا في بعد ماتش امبارح، شفته بعد ماتش امبارح وناس كتير اكيد شافت الفيديو، لعيبة الهلال السوداني والمسخرة وقلة الادب اللي عملوها في الممر في اوضة اللبس بعد الماتش، واستفزوا لعيبة الاهلي وحدفوهم بالازايز طبعا الفيديو ده بيدللك على حاجة واحدة بس، ان واحنا كنا عارفين الكلام ده يعني من قبل الماتش، ان لعيبة الهلال عامة رقابهم كانت بتخبط في بعضها من الاهلي. بغض النظر عن الخناقة ديت، بنتمنى ان انت تكيفت يا زول وعرفت قيمتك وعرفت حجمك، واوعى انت او غيرك. الاهلي طبعا امبارح رد على مشككين كتير، وقف كهربا حطه صح يا زول. طبعا مش هنتكلم برضه عن الفيديو اللي هو بتاع المشجع الزملكاوي اللي هو بعد ماتش المريخ السودان والزمالك، اللي طلع وقال مرتضى منصور رئيس مصر القادم وهنشجع الهلال. لولا احنا بس بنتكلم عن ان احنا عايزين نبعد عن التعصب. انت تشجع الهلال ما تشجعش الهلال، انتوا دايما حتى لما بتشجعوا الفرق اللي ضدنا، شجعتوا الترجي قبل كده، لا دايما تشجيعكم ده بيبقى فال كويس لينا. والزول بيقول لك كزملكاوي هو طالب يعني حاجتين، يعني الحاجه الاولانيه هو مش عايز يلعب الاهلي بعد كده ولا يقع معاه في دور المجموعه. الحاجه الثانيه مش بيقول لك شكرا وما تشجعنيش تاني. طبعا هنتكلم النهارده على ارقام قياسيه ضربها الاهلي امبارح بعد فوزه على الهلال السوداني. الارقام القياسيه ديت يعني يعتبر الاهلي عدى من دور المجموعات للمره ال15 في تاريخه، في تاريخه. تاني نقطة، حصد الأهلي 10 نقط من المجموعة دي لرابع مرة في تاريخه، يعني الرابع مرة في تاريخ الأهلي إن هو يخرج من دور المجموعات ب10 نقط، ودي وشها أو فال حلو كويس. يعني دايما ال10 نقط دي لها قصة مع الأهلي يعني. تالت حاجة يعتبر ضربها الأهلي كرقم قياسي أو تعتبر إحصائية، إن هو خرج الهلال السوداني لثالث مرة في تاريخه من دور المجموعات، أو آخر 3 سنين خرج الهلال السوداني. رابع حاجة، أعلى معدل تهديفي للأهلي في دور المجموعات وصل ل14 هدف. خامس حاجة من ضمن الأرقام القياسية والإحصائيات اللي بعد ماتش امبارح، إن الأهلي اتأهل كوصيف أو كتاني مجموعة لتامن مرة في تاريخه، يعني تامن مرة في تاريخ الأهلي إن هو يطلع وصيف أو يطلع من دور المجموعات الثاني. طبعا الاهلي وصل وصيف، لما بيطلع وصيف في دور المجموعات وصل وصيف او في تاريخه 6 مرات، 4 مرات منهم اخذ البطولة، يعني وصل 6 مرات للنهائي لما بيطلع وصيف، 6 مرات وصل منهم للنهائي، منهم 4 مرات اخذ البطولة، فبرضه فال كويس. تاني نقطة هنتكلموا فيها ماتش الأهلي وبيراميدز. طبعا ماتش الأهلي وبيراميدز احنا كنا بنتمنى
ان الخناقه اللي حصلت من لعيبه الهلال السوداني دي ما كانتش حصلت. كنا بنتكلم على التزام جماهير، وان الماتش ده هيبقى معيار ان هم ممكن ان احنا نرجع الجماهير للملاعب من تاني. طبعا اللي حصل طبعا واللي عملوه لعيبه الهلال السوداني والخناقه اللي عملوها طبعا هتضيفوا ازاز على لعيبه الاهلي. في لعيبه زي ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم هدفوهم بنفس الازاز اللي هم هدفوهم بيه. طبعا هم بيعملوا الكلام ده عشان يصوروا يوصلوا للكاف ياخدوا 3 نقط. ف طبعا بعد الكلام ده مش موضوع الجماهير يعني ما طلعش بالصوره اللي كنا بنتمنوها او الالتزام، برغم الالتزام الكامل اللي كانت لجماهير الاهلي. فالنقطه ديت ضرتنا ما نفعتنا. في من ضمن الفيديوهات اللي انا حابب نتكلم فيها، او من ضمن النقط اللي انا حابب نتكلم فيها، فيديو لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بعد الماتش ما خلص كولر واخده وبيوديه للجماهير، بيمسكه من ايده وبيوديه للجماهير. فطبعا احمد عبد القادر شد ايده. لو مانويل جوزيه احمد عبد القادر اللي موجود، انت ما كنتش هتلمس كوره في الاهلي تاني. او طبعا كولر بصله باستغراب كده واستغرب يعني، لانه كان موقف يعني غريب من احمد عبد القادر. انت احمد عبد القادر اصلا امبارح يعني كنت من اسوأ اللعيبه اللي كانت في الملعب، وكنت اكتر واحد بتضيع الكوره. فانت عصبيتك ديت انت المسؤول عنها. فلو احمد ربنا ان مش مانويل جوزيه هو اللي ماسك الاهلي او مدرب زيه، ما كنتش هتلمس كوره في الاهلي خلاص. يعني انت كنت مش هتلمس كوره حرفيا. فلازم احمد عبد القادر بسبب الموقف ده، بسبب شخصيه الاهلي ومبادئ الاهلي، ان هو يتعاقب. لان صوره مارسيل كولر من الموقف ده قدام اللعيبه، حتى بلاش حد تاني، اتهز. فاحمد عبد القادر لازم يتعاقب ويقعد له 3-4 ماتشات على الدكه بره القايمه، ويتعاقب ماديا. في نقطتين بقى عايزين نتكلموا. طبعا بالنسبه لموضوع المدرب الزمالك بيفاوض كذا مدرب، وطبعا مش مدربين صفاتهم عاليه يعني. من ضمنهم واحد كان قبل كانوا بيتكلموا في اول السنه، اسمه فيريرا برضه. هو اسمه مقسوم ل2 يعني، حاجه فيريرا. طبعا الجزء الاولاني مش هنقوله عشان مش هينفع نقوله. والراجل ده او المدرب ده بلجيكي. كورتو هو مسك الفتح الرباطي. السي في بتاعه مش قوي بنسبه 90%. المدرب ده اللي هيمسك الزمالك السي في بتاعه مش قوي، بس كورته حلوه. مسك الفتح الرباطي وعمل بوم موسم يعني جامد، من احسن المواسم ليهم تقريبا. فهو كورته حلوه يعني، سي في بتاعه ضعيف بس كورته حلوه. ده بالنسبه للمدرب مدرب الزمالك. في بقى تعالى لي هنا بقى، وسيبك من الماتش وسيبك من ان احنا فزنا 3-0. ما زلنا الاهلي طبعا هو طبعا بان في كاس العالم للانديه. انا الرساله دي بنوصلها للكابتن محمود الخطيب وبنوصلها للناس، لان ده حال جمهور الاهلي كله، وكلنا متعصبين وكلنا متضايقين. لان برغم ان احنا طلعنا، بس احنا كمستوى ما يشجعش ولا يبشر ان احنا مثلا ما احناش اقوياء. الدفاع بتاعنا زفت. ففي بعض اللعيبه عليهم علامات استفهام انا حابب نتكلم فيه. اول حاجه واحد زي طبعا متولي ده بيتصاب اكتر ما بيلعب. مشوه بيعوه. محمود متولي، رامي ربيعه اللي برضه اصاباته اكتر وكوارثه اكتر بغض النظر عن ماتش امبارح. محمد مجدي قفشه. يا كابتن محمود يا خطيب ويا إدارة الأهلي، محمد مجدي قفشه ده بطيخ والله ما يساوي 3 تعريف.
ما تذلوناش بالقضيه، ممكن طول العمر قضيه ممكن خلصت. احنا كان ايام ابو تريكه ومتعب وبركات اللي كان يأثر في وقت معين كان بره على طول يتركن. خلاص هو القضيه ممكن ده هنعيشه على ما مصباص ومستواه زفت. انا ليه مواقف محمد مجدي قفشه، محمد هاني شوفوه يا جماعه في الافتكاكات وفي الدفاع اضعف ما يكون، بيتاكل على قفاه عيش. اللي اسمه خالد ده اللي هو الباك اليمين الجديد ده، طبعا انا مش عايز اتكلم عشان على مروان عطيه، طبعا عالمي. مروان عطيه ده صفقه رابحه. الشناوي مستواه زفت ومضيعنا بقاله فتره كبيره، خلاص شكرا. الشناوي شوفوا له، كان لازم برضو يشوفوا حل في موضوع الشناوي، ولازم حارس مرمى يجي. تاني موليكا، وبلاش بوخلة يا إدارة الأهلي ويا كابتن خطيب. موليكا ده بقاله سنة ولا سنوي بنتكلم عليه، عاوزين نجيبه. وبكفاية موليكا وكهربا كنا بنلعب باتنين روس حربة أيام متعب وفلافيو. كهربا وموليكا هتهد اي دفاع في افريقيا، بلاش في العالم. ومعاهم محمد شريف يبقى الاستبن بتاعهم، وشادي حسين ده يتكل على الله. شادي حسين ده برضه يتكل على الله واتبعوه. بتمنى نكون ان شاء الله يعني اسعدناكم، وجبنا كل يوم وكل ان شاء الله حلقة هيكون فيه باذن الله كل المجريات اللي بتحصل في الوسط الرياضي، خاصة طبعا في الاهلي. اي حاجة تخص الوسط الرياضي برضو هنتكلم عنها دايما. بنتمنى طبعا تدعمونا عشان القناة تنتشر. قناتكم سيد افريقيا، وكل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب.